طيب معانا على التليفون سيادة الوزير الكابتن طاهر أبو زيد. سيادة الوزير ازي حضرتك؟ اهلا كابتن خالد، اهلا بيك. اهلا بيك يا سيادة الوزير. يمكن بداية كده بس عايز اكلمك على موضوع ما اثير في موضوع ما قيل على نقلا على لسان حضرتك من قبل الدكتور حسن مصطفى ان حضرتك اسأت للكويت او اسأت للشيخ احمد الفهد، يعني ما تعليق حضرتك؟ خالد باختصار شديد جدا جدا، هذا محض كذب وافتراء على شخصي ومحاولة لاستخدام اسمي في الإساءة لدولة نعتز بها. أنا كمصري قبل ما أكون مسؤول بعتز بيها وبمواقفها. أنا على المستوى الشخصي والرسمي بحكم منصبي بكن لهذه الدولة الشقيقة كل التقدير والاحترام. تمام. من نقل عني ما لم أقله أنا بسأل فعل ده ليه؟ فعله بعد إحالته لنيابة الأموال العامة لمخالفات مالية. عموما واختصارا يا كابتن خالد، في الأحاديث التي تتعلق بالكبار لابد وأن يكون الكبار هم الذين يتحدثون. أما أن ينقل الصغار على لسان الكبار ما لم يحدث، هنا تكون الإساءة ممن نقل هذا الكذب. ده باختصار شديد. شكرا يا خالد. طب معلش يا سيد سفير، الموضوع ما قيل على ان حبس وعزل وزير الرياضة لعدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر في صالح نادي الصيد. خالد اعتقد ان ده المستشار القانوني للوزارة رد الموضوع بسيط جدا، واحنا نفذنا وبنحترم احكام القضاء. نفذنا هذا الامر من حوالي 3 شهور وطبقنا احكام القضاء بتعيين مجلس لنادي الصيد المصري. والمسألة طبعا عندنا اي شيء يتعلق بالشؤون القانونية دي مسألة ما بنأجلهاش وما بنسوفش الموضوع فورا. عندما جاءنا الحكم للتعليمات للشؤون القانونية، المستشار رضا عبد المعطي نفذ القرار، ونادي الصيد فتح باب الترشيح. ودي الرد على كل الاكاذيب دي برضه. طيب عايز اقول لحضرتك حاجه بس عشان ثواني يا خالد. اتفضل يا استاذ. لما بيفتح باب الترشيح لانتخابات جديده معناه انه نفذ الحكم وان المجلس طبق التعليمات القانونيه. ده موضوع بسيط وصغير. انا كان يهمني جدا دولة الكويت الشقيقة ويهمني ان انا اعلق. دولة كده ما كنتش اعمل مكالمة. طب معانا سيادة السفير عبد الكريم سليمان سفير مصر في الكويت معانا على التليفون، حابب يعني نتكلموا حضرتك اهو. يعني سيادة السفير سيادة الوزير بنفسه دخل على الهواء ونفى كل هذا الكلام. الو الو يا سيادة السفير، مساء الخير. اهلا بيك. اهلا، مساء الخير. اهلا، مساء الخير. اهلا معالي الوزير. انا بشكر سعادتك على المبادرة السريعة لاحتواء يعني موضوع وان كان يبدو بسيطا، لكنه يعني ما كانش في رأيي ما كانش ليه محل ابدا من جانب يعني من ذكره. يعني عموما زي ما قلت، يعني أنا الخلافات الشخصيه لا يجب ان هي يعني عفوا من بعض الاشخاص ان هو يتحرى الدقه، خصوصا ما يخص افراد خارج الوطن او يخص دول شقيقه. يعني ان كل لها كل احترام زي ما سعادتك ذكرت. سيادة السفير، انا قلت وعلقت على هذا الموقف. انا بنقل لك تحياتي للجالية المصرية جميعا، تمنيات بكل التوفيق. واحنا مش محتاجين نتكلم كتير عن علاقتنا بالكويت الشقيقة، فهي بلد شقيق بالفعل تربطنا بها علاقات تاريخية. وان هذا الامر انا قلت فيه رأيي بمنتهى الوضوح، وانا لم اتعود الا الوضوح. شكرا يا فندم. شكرا. أنا بكرر شكري لحضرتك. شكرا لسيادة الوزير كابتن طاهر أبو زيد، وشكرا لسيادة السفير طبعا عبد الكريم سليمان سفير مصر في الكويت. أعتقد وضحنا